السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيك يا حبيب قلبي؟ كل متابعين المحترمين عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بحبكم في الله. بتمنى انكم كلكم يا رب تكونوا كويسين وتكونوا في اتم صحة وفي احسن حال، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وينعاد علينا وعليكم الايام بالخير يا رب، اللهم امين. اللهم انصرهم في فلسطين وانصرهم في السودان وانصر كل الدول العربية يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر يا رب. كل من أراد لنا بسوء رد كيده في نحره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني جدا والله بجد. بحبكم وعايزة أقولكم بعشق الروتين وبعشق الطبخ وبعشق المطبخ. بحب كل الفيديوهات اللي فيها غسيل المواعين والرغاوي والأكل والصوت بتاع الحلل بقى والحاجات دي كلها. انا بعشق الحاجات دي كلها. انا يا جماعه انتوا عارفين ان انا مسروق من عندي قناه اسامه يعني شيري واسامه، او اسامه والناس الطيبه، لان دي كانت اسمها الاول. وبعد كده بما اني بقيت اطلع فيها مش ابو احمد بس، وبقيت اعمل روتينات وكده وبثات مباشره منها، سميتها شيري واسامه. سميتها ايه؟ شيري واسامه. فالمهم القناه دي انتوا عارفين ان هي دلوقتي داخله على شهر مسروقه. القناه دي بقى لها شهر مسروقه. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خدها. انا مش مسامحه والله لحد يوم الدين. انا مش مسامحه. لان القناه دي يا جماعه كانت حلوه وفيها ذكريات حلوه وفيها كل حاجه جميله وكان فيها روتين. بصوا كان فيها حاجات في حياتنا حلوه كده. يعني انا كان عندي قناه حياه شيرين ونور. ان القناة دي يا جماعة انا بعتها في يوم 1/7 او اخر 6 اللي فات سنة 2024. عايزة اقول لكم ان انا لما بدخل ابص على كده بلاقي نفسي الدموع نازلة من عيني، لان فيها ذكريات حلوة. فيها ذكريات حلوة. انا قلت لكم يا جماعة انا من النوع العشرية، او بحب كل حاجة يعني مرت في حياتي وكنتوا انتوا فيها. يعني انا كل الفيديوهات دي انتوا كنتوا فيها، كنتوا بتعلقوا لي فيها. فانتوا غاليين عليا، فانا بحب الحاجات دي وبحب الذكريات دي. واحب بقى ادخل على فيديو كده اشوف التعليقات، افتكر ناس حبايب قلبي كانوا بيعلقوا لي من زمان ودلوقتي يعني ما فيش، مش بشوفهم عندي. او ناس اصحابي وسابوا اليوتيوب، او ناس مثلا بطلت تتابع. فاهمين ازاي؟ اللي هو عندك ذكريات حلوه. ايه الشيل اللي في الحله دي؟ اه يا جماعة النسيان. قعدت افطر ونسيت طماطم. كنت هعملها يعني، كنت بسويها كده بديها غلوة كده على النار عشان هعملها في اكياس كده وافرزها في الفريزر. بما ان الطماطم رخيصة يعني وكده، فبقول ايه، كل لما بروح كده بجيب 3 4 كيلو اعملهم كده احطهم في الفريزر، واجيب 2 كيلو بس للسلطة كده يعني. فاهمين ازاي؟ المهم، فقعدنا فطرنا من قبل الفطار وهي محطوطة وفطرنا، وانا ناسية اصلا ان هي على النار. تخيلوا دي! وبروح وباجي وقدامي وبحط الفطار وكل حاجة وناسية اصلا ان هي على النار. فلقيت الحلة كده. كنت بترش ايه شريط ده يا جماعة؟ آم، اللي هو هو مش فاكرة اسمه باور. اللي هو بغسل منه الشفاط، بغسل منه عيون البوتاجاز كده، اللي هو عشان الدهون والكلام ده. قلت اما ارش يمكن، لان الحله دي اتغسلت ان انا قعدت يومين وبرده زي ما انتوا شايفينها كده لسه سمرة كده. فقلت خلاص احط فيها باور، يمكن ميه النار ايه تطلع اللي فيها. وفعلا يا جماعه ميه النار طلعت اللي فيه. فالمهم كده سبتها لحد ما اغسل مواعين كده واظبط الدنيا، وبعدين ابقى ارجع لها تاني. طبعا انتوا شايفين ان انا بغسل معاكم مواعين بقى كده. مواعيننا يا جماعه زي ما انتوا شايفين، انا يعني هدخل المطبخ يبقى اخلي المطبخ زي الفل عشان اعرف اشتغل. حتى في اليوم ده يا جماعه انا يعني عملت الروتين ده، وكنت عايزه كمان اكمل معاكم الاخر خالص. فقلت ايه، طب ما انا افتح بس مباشر مع حبايبي قبل الفطار بساعه، ادردش معاهم، وبرده ما يكونش الروتين بتاعنا يكون تقيل والناس تستتقله وكده، ويكون روتين خفيف. انا والله يا جماعه بجد نفسي قناتي توصل، يعني نفسي القناه دي تتشاف. نفسي بجد يعني ربنا يا رب يكون مثلا يعني حاش عني القناة التانية وشايف ان دي فيها خير ليا. فانا ما مش عارفة يعني، او ربنا مثلا كان ليه حكمة في كل اللي بيحصل.
ليه حكمة في كل اللي بيحصل. فانا بتمنى والله بجد ان اللي جاي يكون خير كده يا رب، ويكون وشكم حلو عليا في القناة دي، والقناة دي توصل ان شاء الله. بشكر الناس اللي انضمت فيها، بشكر كل حبايبي اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوة فيها، بشكر كل متابعيني بيقولوا لي معاكي يا شيرين، في الروتين معاكي، في النقد معاكي، منين ما تروحي معاكي، في البثات معاكي. إلهي يا رب يكبر بخاطركم جبر يتعجب ليه أهل السماء والأرض بحق اللي انتوا بتعملوا معايا بجد، سواء بالكلمة الحلوة أو بالدعوة الحلوة. عايزة أقول لكم على حاجة يا جماعة، الكلمة الحلوة بتخليكي ممكن تبني بيوت، الكلمة الحلوة تخليكي تبني بيوت، والكلمة الوحشة تهدم القصور، تهدم لو قصر كده تهدمه، تهدمه بجد والله. فيا الناس اللي بتدخل تكتب كومنتات حلوة، والناس بقى اللي بيبقى في البث برضو يقولوا كلمة حلوة، يا يعني بصوا يعني يالكوا عند ربنا بالكلمة الحلوة اللي انتوا بتقولوها، فاهميني؟ اما حد بقى يدخل يقول كلمة كده ولا كده، ولا يقول كلمة ملهاش ريحة لازمة في كومنت او في البث، طيب ليه؟ على فكرة يا جماعة، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، وكما تدين تدان. يعني انت هتفعل، يعني انت تقول كلمة حلوة تبص تلاقي اللي ردها عليك بالحلو، ولو ما كانش ليك لأختك لبنتك لأمك لزوجتك لأخوك، يعني اللي انت بتعمله والله ربنا مش بيضيع مثقال ذرة يا جماعة. من عمل أحدكم خيرا يرى، ومن عمل أو من عمل مثقال خيرا يرى، ومن عمل مثقال شرا ايه يرى. يعني كله متسجل عند رب العالمين. طبعا انا هنا كنت يعني بنضف البوتاجاز. عايزه اقول لكم ان جزء العيون اللي انا بشيلهم دول لازم كل يوم اشيلهم اغسلهم كده زي ما انتم شايفين. يعني اللي انا شلتهم دول، العين اللي في النص دي لما لقيتها نضيفه سبتها. لما لقيت دي متسخه شويه قلت لا، انا غسله البوتاجاز غسله محترمه. يعني كان بكره رمضان، يعني من اسبوع. فلا لا انا عايزه احافظ على كل اللي انا عملته، ماليش فيه ماليش فيه يا جماعه. قمت رايحه بقى ايه واخده العيون كده، اغسلها غسله نضيفه كده في الحوض، في 2 عيون عندكم اهو. انا حاطه عليها ورق فويل، حاطه عليها ورق فويل ليه يا شيرين؟ عشان يعني ما اغلطش واولعها. ليه بقى؟ لما بقيتها بشغلها يعني في فوق حته من تقفيله المطبخ اللي هي فوق الحوض من فوق، النار بتيجي عليها، يعني صهد النار والبخار بتيجي عليها. فانا والله يا جماعه يعني ايه اتقي شر الشبهات، فاهمين ازاي؟ يعني اللي هو ايه، اللي هو مادام ممكن تتأذي لا، يبقى بلاش منها خالص. مادام هتأذي يبقى بلاش منها خالص. وربنا يعزكم ويكبر بخاطركم يا رب، اللهم امين. ده يا جماعة فجر يوم 9 رمضان، فجر يوم 9 رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بعد الأذان هرجع أكمل معاكم. الله أكبر حقا وصدقا ويقينا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان بيجري والله يا جماعة، دايما الأيام الحلوة بتجري سبحان الله. والله رمضان ده أيامه جميلة بسم الله ما شاء الله. عايزة أقول لكم بقى إن أنا هنا هعمل معاكم أكلة. أنا كان في لايف، خدوا بالكم، كان في لايف، اللايف ده أنا عملت فيه فطارنا. أنا كنت هشوي فراخ وأعمل كفتة، تمام. فلقيت العيال بيقولوا لي لا يا ماما، لو عملت فراخ مش هناكلها، خلينا في الكفتة. قلت لهم يا ولاد عشان ايه؟ يعني يمكن برضو ممكن إيه يجي لنا حد على الفطار وكده، يعني برضو ما احناش ضامنين ظروفنا. فازود اقول لا يا ماما والله الكفته وان شاء الله ايه وهتبقى كتير وهتبقى حلو. قلت لهم طيب. جبت نص كيلو كفته، يعني لحمه مفرومه، وحطيت عليها حوالي تمن فول صويا، تمن فول صويا طبعا بنقعه في ميه سخنه لمده 10 دقايق. بعد كده بعصره بايدي وبضربه كويس في الكبه مع بصلتين حجم متوسط. وبعد كده بقوم منزلهم على اللحمه واعجنهم عجنه حلوه بايدي، او لو عايزه تقلبهم مع اللحمه وترجعي تعجني تاني تمام. حطي بهارات الكفته والفلفل الاسود والملح ما تحطيش اكتر من كده. عايزه تحطي بيضه حطي للقيمه الغذائيه، مش عايزه تحطي من غير ما تحطي، كنت عاملاها كانت تحفه وجميل. بس انا عملتها معاهم في اللايف حطيت بيضه، بس انا بقى عملتها تاني ما كنتش حاطه بيض، بس كانت جميله جميله جميله. اعتمدوا الطريقه تطلع معاكم زي الفل. اهم حاجه تنعمي فول الصويا والبصله مع اللحمه، وحطي الفلفل الاسود والملح وبهارات الكفته، ما تحطيش اكتر من كده. البيضه اختياري، عايزه تحطي شويه خضره حطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش. انا كده كده ما بحبش احط، بحط تحت الكفته
لما الكفته بدخلها الفرن واصبعها وادخلها الفرن وتطلع، بكون بقى ايه حاطه فحمه كده احطها في قلب الكفته. بعد كده اكتم الكفته كده بحته سمنه، الفحم قصدي بحته سمنه، وبعدين اغطيها. بعدين تلاقي الكفته كلها بقت ريحتها ايه فحم كده وجميله ما شاء الله. اكون انا مقطعه خضره كده في الاطباق اللي هحط فيها الكفته، واقوم رصه الكفته بتاعتي ايه في الاطباق. بص عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله على الريحه والطعم والجمال. فانا عملت ايه بقى، قلت اما اتبل الفراخ عشان كنت اعمل، ورجعت وعنتها في التلاجة واشتغلت في الكفتة اليوم ده. وخدوا بالكم ان انتوا هتتفاجئوا دلوقتي في اخر الفيديو انتوا هتلاقوا اكلة تانية اساسا. ايه هي يا شيري؟ هقول لكم ايه هي. اليوم ده انا ما صورتش الفطار لما انا جيت حطيته، ان كنت في بس والناس كانوا شايفين كل حاجة. الناس كانوا معانا لغاية ما كنت بحط الاكل على الطبلية. فانا كنت اصلا عاملة فطار يعني قبل الكفتة ديت بيوم او بعديها بيوم كنت عاملة سمك. فالمهم لما عملت السفرة بتاعت السمك وكده وظبطتها، قمت جايه قلت ايه، يعني صوري لي يا حبيبه كده المقطع بتاع فطارنا ده. قالت لي يا ماما بس انتي ما صورتوش فيديو يعني، لاني كنت مستعجله وكان الوقت دخل عليا بجد، كنت الساعه 5 كنتش لسه لا شويت ولا عملت رز ولا سلطه ولا طحينه ولا اي حاجه. فجيت قمت انا قايله لها طب خلاص يا حبيبه نصوره وابقى احطه في فيديو، يعني كأن ده فطارنا يعني بتاع يوم من ايام رمضان. وانتوا عارفين يعني طول ما احنا عايشين هنفضل نعمل اكل وهنكون مع بعض. واللي انا ما صورتوش معاكم في رمضان اصوره معاكم عادي في الايام اللي جايه. وربنا يديكم ويدينا طول العمر ونفضل كده مع بعض يا رب اللهم امين. دي كانت التتبيله بتاعتي في الفراخ يا جماعه. ببشر طماطمايه وبصلايه وتوم بقى كنت دقه عندي هنا اهوت. والمهم بحط بهارات فراخ وبحط السبع بهارات تاني وايه والملح وكده، واللي عايز شطه يحط مش عايز خلاص، مع التوم طبعا. واقوم جايه بقى ايه متبله الفراخ متبلاها تتبيله حلوه كده، واقوم زقها في التلاجة. حطها من اول ساعتين لحد بقى لو عايزه تسيبها يوم تمام. وتشوي بقى تعملي في صينيه بطاطس تسلقي شيرين متبله ومسلوقه تطلع معاكي عسل، كانك بتاكلي فراخ بنكهه مختلف. وده بقى كان فطارنا يوم في رمضان. كل سنه وانتم طيبين وبعود الايام ودمتم في رعايه الله. وحطوا لنا لايك، اللي نسي يحط اللايك حطوا لايك. كل سنه وانتم طيبين، انتوا اكرم مني، انتوا كرمة وانا استاهل. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم بعد الايام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.